كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ويعود علينا الأيام بخير يا رب. بصوا بقى جايبه لكم روتين بسرعة ازاي هنفرش المطبخ بسرعة كده، وجايبه لكم الخامات والحاجات اللي بنستخدمها على وعسى تعجبكم وتستفادوا من اللي انا عملته. اول حاجة شلت الرف كله كده، او كل اللي على الرف يعني الحاجات الحلل والحاجات. ده الجزء اللي في المطبخ بتاعي اللي من فوق. اللي من تحت ما صورتهوش، يعني جبت لكم اللي هو جزء وخلاص، يعني عرفنا ان احنا ايه الباقي هنعمله نفس الفكرة وخلاص عشان ما اطولش عليكم. جايبه لكم جزء وصورت لكم الجزء اللي فوق. القطعه من المطبخ اللي فوق تمام، الرفين من الجزء اللي فوق. جايبه الورق دوت، ورق فل كده اهوت، وملون فيه منه الوانات واشكال كتير. دوت اغمق لون لقيته. كان فيه الوان فاتحه كتير قوي، بس مش عارف حسيت ان عشان مطبخي كده صغير و ده المطبخ كل ما بيبقى ضيق بيتملي دهون بسرعه، فحسيت انه هيبهدل مني بسرعه يعني، فعشان كده ايه اخترت اجيب اللون دوت، رغم ان صراحه كان فيه اشكال الوان احلى من دي. تمام. ده حوالي كان 4 متر كده او 3.5 متر حاجة زي كده، انا ما كنتش عارفة هي اللفة فيها قد ايه. المهم اخدت المقاس وقصيت كده على قد الرف. وبعد كده جبت اللزق الدبل فيس. اللزق الدبل فيس النوع اللي هوريكوا دوت جميل قوي، بيلزق على اي حاجة بقى، الحيطان والالومنتان واي حاجة، والخشب، سيراميك. انا بلزق بيه اي حاجة في اي حاجة، جميل قوي. اهو الدبل فيس دوت تحفة قوي قوي قوي. بعد كده هروح اثبت بقى الطروف وفي النص وهلزقها، بس مفيش مشكله. زي ما مفيش مشكله خالص دلوقتي لو حضراتكم تكرمتوا وعملتوا لايك، والله مش هيخسر من الباقه، كده كده بتتفرجوا. لايك بقى، لايك. ويا سلام لو اشترك في القناه، عل وعسى يجيلكوا فيديو مني وتستفادوا منه. يعني اصلا الفيديو دوت ممكن حد يقول لي ايه هنستفاد ايه. انا بالنسبه لي انا اكيد عارفه ان كلكم هتعرفوا تفرشوا المطبخ، واكيد كلكم عارفين ان هتلزقوا ازاي وتعملوا ازاي، بس ممكن تستفادوا من الخامات اللي انا بستخدمها. زي ما انا لما بتفرج على حاجه فيها روتين يومي وكده، آه في الاول كنت بفضل اقول زيكم ما انا هستفاد ايه، هو انا يعني مش عارفه انا اعمل شقتي الا لما اشوف حد بيعملها. بس لا بجد في استفاده، ان ساعات بقى بقت تجيلي افكار. بقيت افرش شقتي واعمل حاجات من افكار ناس تانية. خلصنا بقى فوق، نزلنا على اللي تحت البوتاجاز. بصوا كان بقى ايه فاير عليه لبن، ورقه خلاص كانت هلكت، كنت سايباها بقى علشان كده كده اغيرها، فما كنتش تعبان نفسي معاها. هنا بقى بوريكم ماده الفولاذ بيعمل ايه. الفولاذ دوت مش فلاش، اسمه فولاذ، ما بيأثرش على البوتاجاز وبيخلي الشفاطات والبوتاجاز واي حاجه الدهون بتسيح. بصوا شفتوا هنا العين الكبيره كانت فاير عليها مكان صلصه، ميه الصلصه اتسربت مني تحت الورقه، فطبعا اتحرقت. عاوزه اقول لكم بصوا مجرد ما حطيت عليها، وممكن بقى شويه ميه دافيه تدلوها عليهم، بيخليها تسيح. انت مش محتاجه تدعكي بقى ولا تتعبي نفسك. طبعا صراحه ورقه البوتاجاز نفسها بتحمل بوتاجاز كتير. الورقه بقى تتحرق، تتحرق مهما يفور عليها حاجه ما يهمكيش. آه تتبهدل بس اول حاجه ما تتخرم ارميها على طول عشان ما تسربش ميه لو حاجه فاتت منك على البوتاجاز، وتنزل تحت البوتاجاز وتحت بين الورقه والبوتاجاز يعني، و آه تحرق لك البوتاجاز. بس غير كده ممكن اقصى حاجه زي ما انتوا شفتوا حوالين العين كده ايه يتحرق شويه كده لو ميه اتسربت كده من عند العين. بس زي ما انتم شايفين يرجع البوتاجاز بيلمع كانه لسه جديد، يعني بسم الله ما شاء الله. وبص بقى كده خلاص فرشت البوتاجاز بورق البوتاجاز، وحطيت عليه الحمالات والكبش وكل حاجه. وعندي غطا البوتاجاز عباره عن مرايه، هي شكلها حلو طبعا، بيبقى شكل البوتاجاز حلو، بس انا بغطيه بورق فويل عشان الدهون لما بتيجي عليه بتبقى شكلها مش لطيف، فطبعا بشيل ورق الفويل وارميه، يعني فاسهل وكده. تمام. باجي هنا ديت طبعا عندي هي دي حته الرخامه بس الموجوده عندي، لان مطبخه صغير جدا، ما اعتقدش اشوفه مطبخ اصغر من كده. بس بجد احنا ممكن نعمل فيه شويه حركات نخلي المطبخ ايه مبهج وسهل علينا ونحبه. تمام. بس طبعا المطبخ صغير بيبقى عايز ايه ايديكي فيه على طول، يعني الشفاط عندي على طول، يعني لو ما عملتوش في الشهر مرتين يبان كأنه بقاله سنين. تمام. انا بغسله على طول بفلاس، ما بيتعبنيش، بينضف الشفاط وبيخليه كأنه لسه جديد. وانا كمان بغسل الشفاط بالموتور بتاعه بالريش اللي هي الحديد، مش الجزء البلاستيك بس. شلت بقى كل الورق اللي انا كنت لازقاه دوت اللي قبل كده، وفرشت الورق دوت زي ما انتم شايفين. بصوا جميل جدا ومخلي المطبخ مبهج. وغيرنا من مطبخ صغير لافكار بسيطه كده ممكن تخلي المطبخ ايه وانت واقفه كده مبهج. لا وكمان بصوا لسه شويه استنوا كده. بصوا ايه تاني، حطيت لها اضاءه كده، قلت ايه شويه للتصوير، طبعا الاجواء في كده في التصوير انا بصور، وفي نفس الوقت
وانا واقفه كده ببقى مشغلاه وانا بعمل حاجه، يعني راحه نفسيه شويه للمطبخ. اصلا المطبخ ده بيبقى مزاج، فكل ما يعني يبقى مريح ليكي، كل ما بجد تبقي ايه، بتعملي الاكل كده بمزاج. بصوا ديت عباره عن عياشه، عباره عن خياميه كده بتتربط الخيوط، هبقى اعملها لكم بقى لما اربطها، هبقى اوريها لكم. ودوت عباره عن مفرش فوق التلاجة، عشان لو تلاجتكم حصل لها زي ما حصل لي، تلاجتي اتخربشت من فوق التلاجة بسبب ما كنا احط حاجه، فالاولاد يجي يشدوها، طبعا هم مش طايلين فيشدوها جامد، فاللي فوق التلاجة اتجرح. ودوت مفرش الأرفف في التلاجة نفسها، يعني احنا مدلعين التلاجة أصلا. برضو زي ما شايفين شكله كده عامل زي الخيامية، بس هو عبارة عن ايه، زي جلد كده أو بلاستيك بس تقيل شوية. تمام. دوت مفرش كنت جايباه لفوق التلاجة، بس لما لقيت التاني عجبني فأنا قلت لأ هحط التاني. ده هسيبه بقى ناكل عليه، حد يبقى موجود شكله حلو كده مكتوب عليه رمضان كريم. وكمان دبل فيس، يعني بصوا على وشين، واحد كاروهات والتاني رمضان كريم. جميل قوي، عجبني خالص. بصوا بقى، الفكرة بقى ان انتوا تستفادوا من الحاجات اللي انا جايباها، ان هي ممكن يجي على بالكم انتوا ممكن تستخدموها استخدامات تانية خالص، ما تاخدوش في الفيديو ان هو روتين وان انا بفرش وكده. زي ما انا لما بتفرج على فيديوهات باخد منها هم استخدموا ايه. حبيت بقى هنا اوريكم المفرش بتاع التلاجة بعد ما فرشته. تمام. بس هو ما غطاش سقف التلاجة عندي كله، ما اعرفش بقى عشان تلاجتي ما شاء الله كبيرة ولا ايه. مش عارفة. وبصوا هو ليه جيوب، دوت جيب لو هتحطوا فيه حاجة. حبيت اوريكم فكره كده على السريع، الاكتيفيتي بتاع الاولاد. بدل ما ارميها ولا كده بلزقها على الحيطه، لزقتهم مره واحده كده على الحيطه بتاعت اوضه الاطفال، خليتها مبهجه كده وجميله، اللي هي الانشطه اللي بيعملوها. هنا بقى التلاجة بتاعتي زي ما انتم شايفين شارب ديجيتال. حبيت اوريكم بقى انا بعد ما فرشتها من جوه بقت عامله ازاي. بصوا. ملكه كانت بتلعب في زرار التلاجة طبعا. شكلها بقى جميل صراحه، مبهجه، وانا ماشيه زي ما الريس قال وحاطه ازازه ميه في التلاجة، زي ما القواعد بتقول انا بعمل. وبس. وفي الاخر بقى عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا رمضان بخير. باي.